شايفين كده شكلها خطير. يلا بينا. اول حاجه هجيب الصينيه بتاعتي، حطيت فيها ورق زبده مسحه بسيطه بالزيت، ونزلت طبقه رفيعه قوي من الشوكولاته الدارك. فضلت افردها كده لحد ما عملت طبقه بسيطه قوي. طبقه من الشوكولاته. هبدا انزل شويه مكسرات سوداني وزبيب. كده هجيب تمر عادي خالص، شايله منه النوى، احطه. اهم حاجه واحنا بنحط التمر نضغط عليه كويس قوي علشان يلزق كده في الشوكولاته. بعدين هزود كمان معلقه من زبده الفول السوداني، بعملها في البيت زي ما وريتكم قبل كده. اضغط عليها كويس علشان تمسك كده وما تفرفتش مني في الاخر لما اجي اقطعها. بس كده شكلها. على الوش هحتاج ان انا ازود شوكليت دارك تاني. شوكولاته دارك 85%، بسيحها في الميكرويف، وهبدا ان انا افرد منها كده طبقه. ابدا بالراحه كده افردها. عباره عن طبقتين من الشوكولاته الدارك، بينهم تمر وزبده فول سوداني ومكسرات. اضيف شويه كده من المكسرات، ادخلها بقى التلاجة نص ساعه كده الشوكولاته تمسك نفسها. ودي شكلها كده بعد ما طلعت من التلاجة. الشوكولاته كده تمسكت. هبدا بالراحه ان انا اشيل ورق الزبده، وهبدا ان انا كده اقطعها قطع صغيره. ناخد منها قطعه واحده بس في اليوم، وبجد لذيذه قوي وانجوي.